هاليك الاخبار الساره اللي موت عليها بيتكوفيتش قبل المونديال، راني حاس باللي الفرحه تاعو اكثر من الفرحه تاع اي واحد فينا. الخبر الاولاني هو عوده مالفين ماستي لاجواء المنافسه بعد الاصابه اللي كان يعاني منها، وين اليوم لعب تيتولير. بصح الخبر السيء انه كلا 5 جديده وماركا بيت نروحو. انا قلت شحال من مره انه هذا الكارديا وما يقري الاحصائيات تاعو ما راهيش معاه، بصح ما تقدرش تلومو لانه راه يلعب مع فريق لا ديفونس ديالهم حمام، وباش تعرف بلي عنده مستوى ما نقولش واو، بصح راه توج بجائزه افضل حارس في الدرجه الثانيه، وهذا مع فريق متواضع، وزيد نقاط القوه ديالو كامل في لي بينالتي، لهذا نشوف انه راح يكون عنده مكانه في المونديال على جال هذه النقطه. اما الخبر الدوزيام واللي هو عوده الحارس الاساسي لوكا زيدان لاجواء التدريبات، ماشي التدريبات الجماعيه مي تدريبات اللياقه، وهذا بعد لا بليسيور اللي داها في الفك والدقن واللي خلاته يدير عمليه جراحيه. انا صراحه العوده تاع لوكا زيدان فرحتني لانه اكثر غارديان يعرف يلعب برجليه، وهذه الخاصيه ولات مطلوبه جدا في حراس المرمى العصريين. دوك تقول لي بصح الموسم خلاص وقتاش راح يحضر؟ الجواب المختصر انه لي غارديان ماشي كيما لي جوار الاخرين، واكثر حاجه تاكد كلامي مبولحي كان حارس ممتاز هو بدون منافسه، وزيد كاين دو ماتش اميكو كونتر لا هولند والدوزيام في لوديس. سبحان الله السمانه اللي فاتت كنا نقولوا المنتخب الوطني راه في ورطه ورانا رايحين بلا حراس، وحتى خلت بنبوض يتراجع للاعتزال. تخاف دوك اسامه بنبوض بعد تراجع قرار الاعتزال يبقى احتياطي كما كان، ما يقري ولا غير ماذا بيا ياخذ شونس.